السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم طاقة ممدوح في فيديو جديد بوصفة جديدة ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش قبل ما نبتدي في الفيديو اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، وعشان تشجعوني نعمل فيديوهات اكتر بوصفات اكتر. وكمان نسمي الله ونصلي على النبي في الكومنتات. هنعمل النهاردة طبق مكرونة سهل وبسيط زي المكرونة بتاعت عربيات الشارع. حلوة قوي وجميلة و... وسهلة جدا، وما فيهاش اي مكونات كتير. ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم. آم، بصوا زي ما انتوا شايفين شكلها كده حلو ازاي. هي بس بتبقى غامقة شوية، بس بجد بجد طعمها خطير حلو قوي. هنا معايا بقى نبتدي. هنا معايا 4 بصلات، وبرضو انا بعمل الكمية دي. انتوا بتحبوا تزودوا تمام، بتحبوا تقللوا تمام، برضو مفيش اي مشكلة. هنا 4 بصلات، هبتدي ان انا اقطعهم كده جوليان. مش هنقطعه تخين، هنخليه متوسط كده. زي ما انتوا شايفين كده هبتدي ان انا كده بقطع البصل، بقسمها نصين وببتدي ان انا اقطعها بقى. طبق المكرونة بقى ده يتعمل كده في الغدا، جنبيه بانيه، جنبيه اي حاجة، ممكن تعتبروه زي الكشري بالظبط. آم، وكمان جوع اخر الليل كده، فطبق بجد تحفة. هنا بقى معايا في طاسة حطيت فيها زيت، وهبتدي ان انا انزل بالبصل بتاعي، هحمره زي تقلية الكشري بالظبط. هنا برضو في حلة تانية على النار حطيت مية هغلي مية، وهحط فيها معلقة كده ملح علشان هسلق فيها المكرونة. انا عملت كيلو مكرونة، دول 6 طماطميات. هبتدي ان انا مش هقطعهم ومش هعصرهم في الخلاط، انا هعملهم كده بالمقشرة. بالمبشرة كده هبشر الطماطم. 6 طماطميات انا عملتهم على كيلو مكرونة. بصوا انا مش محتاجة القشر، انا هبشرها خالص كده وبعد كده هشيل القشر. بصوا هنا بقى البصل معايا خد اللون الذهبي كده. بصوا بس هحمصه كله، بعد كده هطلعه بقى على في طبق تاني او في مصفى. ممكن تحطوه منديل على طبق مناديل المطبخ، وتبتدوا ان انتوا اهو زي كده انا حطاه. حاطه في طبق فيه مناديل وايه، وبحط عليه بحط يعني البصل علشان يصفي الزيت برضو اللي فيه، وكمان علشان يتهوى وينشف، يبقى ناشف كده. هقولكوا ليه كمان. اهو كده هسيبه بقى شوية لحد لما اجهز الصلصة بتاعتي. هنا اهو المكرونة، المية غليت، هحط كيلو مكرونة. ممكن تحطوا نص مكرونة من اللي هي الصغيرة دي، ونص مكرونة سباكيتي، لكن انا حطيت هو نوع واحد، المكرونة اللي هي الصغيرة. تمام. هنا بقى كده كنت بشرت كمية الطماطم كلها، بصوا زي ما انتوا شايفينها كده. بعد كده في الطاسة اللي هي بصوا مكان الزيت، مكان البصل سوري. بصوا هو حتى في بصل لسه فيها، الطاسة اللي فيها زيت ممكن تنقصوا شوية الزيت شوية. بعد كده تحطوا فيها معلقة سكر كبيرة، وتبتدوا ان انتوا ايه قلبوا كده السكر لحد لما يتكرمل معانا. بصوا هنا كده بصوا السكر عمل ازاي. بعد كده هجيب معلقتين من معجون الطماطم، صلصة يعني. آه حطيتهم كده. بعد كده هنزل بالطماطم بتاعتي اللي انا بشرتها. ابتدي بقى ان انا اقلبهم كده كويس. زي ما انا قلتلكوا انتوا ممكن تقللوا الزيت. هنا كمان بس كده هبتدي بقى ان انا احط التوابل بتاعتي، هقلبها كده تقلبتين.
وكمان هحط التوابل بتاعتي. بصوا بجد هي بتبقى زي المحلات اللي هي العربيات المكرونة، وفي محلات كده بتعمل مكرونة بس بالصلصة كده. هنا اهو حطيت معلقتين صغيرين ملح، وحطيت معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة كمون. فقط دي التوابل اللي انا استخدمتها بس. تمام. اهو الكمون. هبتدي بقى ان انا اقلبها واغطي بس عليها، اسيبها شوية تتقل كده وتتسبك كويس معانا. بعد كده هكون اصلا انا سلقت المكرونة. بعد ما تتسلق بديها شطفة، ممكن بقى تفضوا بالطاسة على الحلة وتقلبوها كلها مع بعض، او كل طبق كده مكرونة وايه، وتحطوا عليه الصلصة. هنا بقى الخطوة بقى الأخيرة. هنا بنعمل البصل كده، بكسره بإيدي. هخليه متكسر كده خالص، وهنزل بيه على الصلصة تقليبة وخلاص كده. بصوا هنقلب كده البصل مع الصلصة، وتبقى كده الصلصة معانا جاهزة. اهو زي ما انتوا شايفين كده الصلصة بقت تمام. بجد ريحتها تحفة، وبصراحة طعمها خطير. هنا اهو بصوا المكرونة بعد ما سلقتها، حطيت شوية في الطبق مكرونة، وبعد كده هحط الصلصة معلقتين كده صلصة او 3، زي ما انتوا حابين الصلصة بتبقى في المكرونة ازاي. وتبتدوا ان انتوا تقلبوها بقى في بعض، تقلبوها كده مع بعض اهي. زي ما قلت لكم، حابين تزودوا تمام، مش حابين براحتكم. حابين تقلبوا المكرونة كلها مع بعض برضو تمام، مفيش مشكلة، زي ما انتوا حابين. طريقة التقديم اللي تحبوها. هنا بصوا كان الطبق خلص معايا، بجد طعمها حلو جدا، رهيبة. انتوا بس ايه، ممكن تقولوا ان البصل بيخليها طعمها مثلا مر شوية او حاجة. انتوا ما تحرقوش البصل، وهي هيبقى طعمها معاكم مظبوط جدا. كده حلوة جدا، والف هنا وشيفا، لازم تجربوها، وهستنى رأيكم في الكومنتات. كده وصفة النهاردة خلصت، انتظروني فيديو جديد بوصفة جديدة. باي باي.